سالو البنات، ان شاء الله كامل تكونوا بيان. سوجي تاعنا اليوم تحت عنوان حبسي ما تجري مور الناس وشوفي شكون يبقى معاك. قبل ما نبدا في الفيديو ديروا لي جيم وابوني فلاشان الا حبيتو. ماشي عيب تحبي وماشي عيب تبيني المشاعر تاعك، العيب هو انك تنساي روحك وتعيشي غير باش ترضي الناس وترضي الطرف الاخر، تقعدي تجري موراهم وكل مره تقولي انا هي السبه. اليوم حبيت نحكي لك حاجه مهمه بزاف، هي حبسي ما تطاردي الناس وشوفي شكون يبقى معاك. التما راح تحبسي ما تهتمي بزاف بالناس. شوفي هذا الفيديو حتى لا فهم باسكو راح يبدلك طريقه التفكير ديالك. الحاجة الأولى اللي احنا نهضروا عليها هي الكرامة ديالك. الكرامة تاعك ماشي لعبة، حافظي عليها. كل مرة تبقاي تجري مور شخص ولا مور إنسان عزيز عليك ولا هو ما يقدركش، انتيا راكي تنقصي من قيمتك. الكرامة ديالك هي الصورة تاعك وهي الشيء الوحيد اللي لازم يكون غالي بزاف ويكون عالي عليك قبل أي علاقة تدخلي فيها، سواء علاقة أسرية ولا علاقات واحد أخرين. النقطة الثانية هي الشخص اللي يحبك ما راهوش رايح يخليك تجري موراه، باسكو الحب الحقيقي ما راحش يخليك تتوسلي وتطلبي الاهتمام، ما يخليكش دايما انتيا المبادرة، معناتها انتي اللي تسبقي ديري هذيك الحاجة. الشخص اللي يحبك راهو دايما راح يحس بيك وراح يخاف يخسرك، ماشي يستناك انتي تجري موراه وتطلبي الرضا ديالو. النقطة الثالثة، المطاردة ماشي حب، هذا تعلق واحتياج. ساعات نقولوا أنا نحب مي بصح في الحقيقة راكي محتاجة اهتمام، محتاجة تتقبلي، محتاجة تحسي بروحك مهمة، محتاجة لانتريسون من الاخر، باسكو الحب ما يجيش من النقص، الحب يجي من الوعي والنضج. النقطة الرابعة، كي تحبسي الاهتمام راح تشوفي الحقيقة. شتي كي تبعدي شوية، كي تحبسي ما تبعتي لي ميساج، كي ما تعوديش دايما انتي اللي تسقسي انتي اللي تسبقي الاولى، راكي رايحة تشوفي بعينك شكون يحبك صح وشكون يتعود على الوجود ديالك برك. النقطة الخامسة، كوني غالية، باسكو الناس تحترم الناس الغالي، هذا ماشي تكبر مي بصح قيمة. الحاجة اللي سهلة ما يقدروهاش، ونفس الشيء على الاهتمام الزايد اللي يخلي الناس تبرد وتتبدل عليك ويولو يعاملوك بالثقيل ويولو يتكبروا عليك. النقطة السادسة، المطاردة تجرح لك روحك وتكسرك من الداخل. كي تبداي نتيا تجري مر واحد ما يردش ما يريبونديش عليك، يتهرب يتجاهلك، نتيا يوم مور خوه راكي تفقدي احترامك لذاتك ولروحك. بصح نهار راح تحبسي راح تحسي بالوزن تاعك الحقيقي، يعني تحسي بالقيمة تاعك الحقيقية. النقطة السابعة، في العلاقات التوازن هو الصح. كي تمدي لازم توجوغ تتلقاي، ماشي نتيا دايما المبادرة للاهتمام ولا للتبرير ولا لأي حاجة واحدة أخرى، باسكو العلاقة الصحية تكون متوازنة، ماشي معمرة غير ملاحقة من جهة واحدة واللي هي من جهتك نتيا، باسكو هاد العلاقة خطأ. النقطة الثامنة هي الشخص الصح ما راهوش رايح يخليك تعياي، باسكو الشخص الصحيح اللي يكون مناسب لك راهو رايح يريحك، ما راحش يعييك ويدوخك، راح يبادر، هو راح يهتم وراح يلاحظ الغياب ديالك وتوجو يسقسي عليك بلا ما تطلبي انتي هاد الشيء. النقطة التاسعة، حبسي اليوم وشوفي شكون يكون معاك غدوة. خلي هذاك الانسان بلا رسالة يومين وشوفي واش يدير. حبسي من مبادرة تاعك وحبسي من دلي في روحك وشوفي وشنو هي الحاجة اللي تجيك من عنده. مهما يكون هذا الانسان ومهما تكون هذه العلاقة، هكا تعرفي شكون راهو يحبك صح وشكون راهو متعود برك عليك ويعمر بيك الفيد ومتعود غير على الاهتمام ديالك. النقطة العاشرة والأخيرة، كي تفهمي نتيا القيمة تاعك راهي رايحة تتغير كامل العلاقات ديالك. كي تولي تحبي روحك وتعرفي القيمة تاع روحك ما راكيش رايحة تولي تجري مور حتى واحد، باسكو تعرفي بليك الصح راهو رايح يبقى والحاجة الخطأ والغلط راهي رايحة تروح بلا رجعة. على فانت لا فيديو نقولك حبسي اليوم ماشي باش تعاقبي الناس، لا لا، باش تعالجي روحك وباش ترجعي لنفسك وتولي تحبي روحك. ما تستنيش الحب من الناس اللي لازم تذكريهم توجور بالوجود ديالك، تقولي لهم راني هنايا حبوني، باسكو نتيا غاليه. وهاد المطارده وتكي تجي مور الناس ما راكيش رايحه تلاقي بالناس اللي تحبك وتقيمك صح.
الا وصلتي لافان تاع لا فيديو نقولك ما تنساش ديري لي جيم وابوني في لاشين. على بروشان فيديو ان شاء الله. باي باي.